مرحبا حبيباتي، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير. اليوم حبيت اسوي لكم فيديو جديد على قناتي. راح اسوي لكم مقارنة بين كريمين اساس اني هواي احبهم، اللي هو النارس شير جلو والجورجيو ارماني لومينس سيلك فاونديشن. اذا مسوي لي فولو على السناب شات راح تعرفون ايش قد احب هالكريمين الاساس، ودائما استعملهم. الوحيدين اللي هسه اني استعملهم هم هذولا، فصراحة اثنيناتهم احبهم. فكنت قاعدة قلت لنفسي خلي اسوي نص الوجه استعمل بيه نارس، والنص الثاني استعمل بيه جورجيو ارماني، واشوف لنفسي واشوف لكم منو الاحسن بيهم او منو حبيت اكثر، لانه صراحة اثنيناتهم احبهم ويعني ماكو واحد احبه اكثر من الثاني. فراح اجرب نص وجهي اخلي بيه نارس، والنص الثاني اخلي بيه جورجيو ارماني، وبعدين راح ارجع راح اقول لكم منو البقى اكثر، منو اللي ما تحرك من مكانه، او منو اللي حبيت اكثر. طبعا اني اوريدي مخليه كريم الوجه، والكريم استعمل كلينيك المويسترايزنج جيل. طبعا هذا للبشره الكومبينيشن اويل، يعني المختلطه للدهنيه. وكريم جوا العين استعمل هذا الاوريجين، كلش احبه، جينزينج. طبعا لا تباعون على شعري، هسه طالعه من الحمام. راح ارش السماش بوكس وورا برايمر اولا. خليه ينشف شويه على وجهي، وبعدين راح نخلي البرايمر. اني منشوله طبعا، صوتي ذا شوي متغير وخشمي منشوله، سوري بنات. هسه راح اخلي البنفيت بروفيشنال على الاماكن اللي تبين بيها المسامات. طبعا اني مسويه مكياج العين ومسويه حواجبي حتى لا يصير الفيديو طويل. راح انتظر شويه بس حتى البرايمر يندمج ويا البشره مالتي. هسه راح اخذ النارس الشير جلو وراح اخليه على الجهه اليمنى من الوجه، وراح ادمجه بهاي الاسفنجه. هاي مو بيوتي بلندر، هاي من موديل روك لاشز. اني دائما اخلي 3 بامز لكل الوجه، بس لانه دا اسوي نص راح اجرب هسه اخلي 1.5. خلينا نشوف، خلينا نبدي. طبعا اني من اوزع الفاونديشن ابدي بيه على خدودي، وما اخلي هواي هنا ولا اخليه هواي قريب على الخشم، لانه احس بمرور الوقت يبدا يفطر. ايش قد ما يبقى على الاسفنجة، القليل اللي يبقى على الاسفنجة اخليه قريب على الحلق وعلى الخشم. احتاج شوية لخ، هذا كافي. هسه راح اخذ الجهة الثانية من الاسفنجة وابدي اوزع الجورجيو ارماني نفس الشي. طبعا اول ما خليت هذا على هاي الجهة حسيت الفرق، هذا شوية حسيت اخف انعم، بس خلينا نشوف شي يصير بعدين. وشي ثاني، النارس اخذت منه 2 بامب وشوية حتى اغطي هذا النص. هسه هذا الجورجيو ارماني اخذت 2 بامبس وغطيت تقريبا النص الوجه كله، وباقي بعد بايدي. هاي اهم نقطة. هسه هذا الفاونديشن من الجهتين، هذا النارس وهذا الجورجيو ارماني. احس النارس انطاني تغطية اكثر من الجورجيو ارماني، ما اعرف، لانه هاي الجهة من وجهي اصفى من هاي. لا بس اعتقد النارس انطاني تغطية اكثر، ولهذا السبب اني استعمل نارس
للحفلات أو للمناسبات، وأستعمل جورجيو أرماني للاستعمال اليومي النهار، يعني بالنهار. هسه خلصنا من الكريم الأساس. مثل ما قلت لكم نارس حسيت انطاني تغطية أكثر من الجورجيو أرماني، بس راح أكمل الوجه، راح أكمل المكياج وأرجع لكم وبعدين نحكي. أوكي بنات، خلصت المكياج هسه. طبعا ما خليت باودر على كل الوجه كالمعتاد، بس ثبتت جوا العين. والفانديشن اثنيناتهم، يعني كريم الأساس اثنيناتهم دا أحسهم نفس الشي على الوجه، كل شفاف، وما دا أحس إنه أكو مكياج على وجهي. الثبات مالتهم نفس الشي، أحس الجهتين نفس الشي، عبالك خاله فانديشن واحد. اللون أعتقد نفس اللون. راح أطلع هسه أسوي الشغلات اللي عندي وأبقي المكياج الأكثر فترة ممكنة طبعا، وبعدين راح أرجع لكم وحتى نشوف الفرق. خلينا نشوف منو ثبت أكثر، منو أحسن من الثاني. fingers crossed إن شاء الله الاثنين يكونون زينين، لأن أحبهم اثنيناتهم، ما أريد يكون فرق بيناتهم، ولو أني أحس إنه ما راح يكون فرق، بس خلينا نشوف سويا. أرجع لكم بعدين. باي. هلو، رجعت. بس قبل ما أبدي بس أريد أقول لكم من سويت مكياجي كانت ساعة 12 تقريبا، بس نسيت أشوف لكم الساعة، وهسه ساعة تقريبا 7 إلا 5. مثل ما تشوفون المكياج ما شاء الله بعده باقي، ما شاء الله ما شاء الله. صراحة ماكو فرق بالجهتين، بس يمكن شوية جهة نارس هالمنطقة يعني متفطرة وتتبين أكثر من هالجهة، بس الملمس نفس الشي. التغطية نارس شوية أقوى، تغطية نارس أكثر من هيجي، شوية تتفطر من هنا، دا يبين متفطر. بس overall يعني الرأي الأخير ماكو فرق، نفس الشي. نارس سعره $70 استرالي، وجورجيو أرماني سعره $99 استرالي، يعني $100. فأكو فارق السعر، يعني تقريبا $30. الاثنين أحبهم، الاثنين مثل دا تشوفون انطوني نفس النتيجة. صدقوني بنات، ويا كريمات الأساس والكونسيلرز لازم انتو تجربوهم حتى تعرفون الشي اللي يوالم بشرتكم. يعني مثلا أني هسه بشرتي دهنية مختلطة، بس ما أحب الفانديشن يكون مات، لأنه ما أعرف، ما أحسه يقعد حلو على بشرتي ويصير هيجي ثقيل، وورا نص ساعة أحس بس أريد أمسح المكياج، ما أتحمله. فاللي أسويه أستعمل طبعا نارس شير جلو والجورجيو أرماني، هم مسويه أكثر شي للبشرتهم جافة، بس أنا بشرتي دهنية، بس أستعملهم وأحبهم. بس اللي أسويه قبل ما أخلي الفانديشن، الكريم المرطب مال وجهي يكون للبشرة الدهنية، والبرايمر همينه يكون للبشرة الدهنية، وبعدين خلوا الفانديشن وثبتوا المناطق اللي تعرفون انتم بها يعني تدهن، ثبتوها باودر. وصدقوني راح تشوفون فرق كلش كبير بين المات فانديشن واللومينس فانديشن. يعني هسه اني قبل كنت احب الاستيلودا، بس الدبل وير لانه كان مات للبشرة الدهنية، بس من استعملت هذولا بعد ما اريد نهائيا اقرب للفانديشن المات. وهم شي ثاني قبل ما اروح، لانه اعرف راح يسالوني هوايه، العدسات اللي لابستهم هنا هم من ماركة لومينس اسمهم كريستال، والعدسات اللي كنت لابستهم بالفيديو اللي قبله للسموكي اي من ماركة أنستازيا، واللون اسمهم أدكت بلو، وطبعا هم المفضلة عندي، أحبهم هواية. وعلى كل إن شاء الله يا رب استفادتوا وحبيتوا الفيديو. شوية ردت أسوي في شيء مختلف، حتنطلكم شوية ريفيوهات على فانديشن، على كونسيلرز. إذا أنتوا عندكم فشي تريدوني أسوي عليه ريفيو، تريدون تعرفون أشياء الزينة بي المو زينة، قولوا لي وإذا أقدر أسوي لكم إياه إن شاء الله. وهسه أعوفكم بأمانة الله، وأشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. باي.